السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأحسن حال. وحشتوني من امبارح. النهارده بقى يوم جديد، هو نفس اليوم اللي انا مصوره معاكم فيه الغدا. اليوم ده كان بعد الغدا مباشرة، يعني بعد ما اتغدينا وكده، وانا عندي بنتي بترجع متأخر من درسها، فبضطر ان احنا ننزل نجيبها، سواء انا سواء اخوها سواء باباها ايا كان بقى. ففي اليوم ده كان يوم اللي هو هيبقى الصبح بقى السوق، فاهميني؟ يعني هيبقى الصبح السوق بتاع البلد عندنا. فمن قبلها بيوم بالليل بقى بتلاقيهم بقى جايبين الحاجة وهي طازة لسه، بيبقوا فارشين بيها في الشارع، فبيبقى الخضار حلو جدا. فجبت شوية الطلبات دول، حاجات كده كانت يعني بسيطة كده ان شاء الله ناقصاني. عندي خضار في التلاجة بس كان ناقصني، مثلا كنت عايزة اجيب سفندي، ما كلناش سفندي ابدا من يوم ما طلع، مش عارفه ازاي. جبنا برتقان كذا مره وما جبناش سفندي. فالسفندي ده كان عامل اللهم صل على سيدنا محمد 10 جنيه. تصدقوا؟ كان سعره حلو قوي، والقلقاس ب20 او بحاجه و20 حاجه كده يعني. وجبت طحينه. الطحينه دي بقى من الحاجات الاساسيه عندي، احنا مدمنين طحينه يا جماعه، جنب اي اكل بنعمل طحينه. وعلى فكرة الطحينة مفيدة جدا جدا لو هي جاية من مكان ثقة موثوق فيه، يعني عامل لك سمسم فعلا ومطحون، او يعني معمول يعني الطحينة بالسمسم، مش محطوط بقى عليها فول سوداني ولا الحاجات دي. فلما تجيبي الطحينة خصوصا هاتيها من حد انتي بتثقي فيه علشان ما يغشكيش فيها. والطحينة من الحاجات اللي بتقوي الذاكرة، لان هي سمسم. فالسمسم كل يوم الدكتور كان قايل ان كل يوم ناخد معلقة سمسم بالنهار، معلقة او معلقتين. قال لي يومها ان السمسم بيعادل حوالي لتر لبن. يعني معرفش بقى المعلومة دي بجد ولا ايه بصراحة، بس انا استغربت لما قال لي كده. قال لي لو خدتي جرعة سمسم كأنك شربتي لتر لبن. فقلت طب والله كويس، يعني السمسم احنا كده كده بنحبه، بنحب نقرقشه حتى كده يعني. فالطحينة برضو نفس القصة. فجبت الطحينة دي وحطيتها كده بقى في البرطمانات. والفلفل الاخضر ده قصدي الالوان ده، اسفة. كان سعره حلو جدا. فقلت اجيب شوية، احط شوية في التلاجة واحط شوية لرمضان. طب ايه اللي جاب رمضان دلوقتي؟ بصوا يا جماعة، انا من الناس اللي هي مش، او ما بقتش، كنت الاول بعمل بصراحة وبجيب بقى تفريزات قد الدنيا، واقعد يومين كاملين اقعد افرز، وكنت بعمل معاكم كده لو تفتكروا زمان. بس بصراحة دلوقتي بقيت يعني بهون على نفسي. بعمل ايه مثلا؟ خلاص يعني كل سنة وانتوا طيبين، رمضان خلاص يعني على الابواب باذن الله، يا رب كده ينعاد علينا وعليكم بخير. فكل لما بلاقي حاجة كويسة وسعرها كويس فبجيب منها شوية، افرز منها شوية واخلي الباقي في التلاجة. يعني مثلا الفلفل الالوان ده هاخد منه شوية احطهم، اقطعهم واحطهم في الفريزر، والباقي مثلا هسيبه في التلاجة. يبقى انا كده عندي شوية فلفل الوان. جبت مثلا شوية فاصوليا مثلا يعني، انا بديكم مثال. جبت شوية فاصوليا، جبت القلقاس مثلا بتاع النهاردة ده، انا مستحيل هعمل الكمية دي كلها مرة واحدة، فهعمل مثلا كيس واخلي كيس جوه الفريزر. تمام. وهكذا يعني، قيسوا على كده بقى كل الاكل، كل الاكلات. شوية طماطم، الطماطم دلوقتي ب5 جنيه رخيصة، نقدر نعمل شوية طماطم برضو صلصة ونرميهم في درج الفريزر، وهكذا. فاحسن ما تروحي ترهقي نفسك وتجيبي كمية كبيرة تحطيها في الفريزر مخصوص لرمضان. فكل اسبوع وانتي بتتسوقي تسويقتك اعملي حسابك في بند كده زيادة شوية تحطيه في التلاجة رمضان او في الفريزر قصدي يعني. ورمضان يا جماعة شهر خير وبركة بيجي برزقه والله العظيم. الواحد يعني بيستغرب، احنا يعني انا مش هتكلم على حد باسمه او معين، يعني بشوفهم بيفرزوا بكميات رهيبة، رهيبة بجد. كأن الاكل في رمضان هيجي يخلص او سعره هينضرب في 1000 مثلا يعني. والله ده رمضان ده رزقه واسع قوي 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 وخير وبركة، وكل يوم الاكل بيبقى احلى من اليوم اللي قبل منه. ف... فما ترهقيش نفسك ولا ترهقي جوزك ولا ميزانيته، لان بجد الناس الفترة دي ومن مدة طويلة يعني بقالنا كذا سنة، الغني والفقير حاسس بالأزمة دي. فالمهم بقى خدتكم في الكلام وما قلتلكوش انا وصلت لحد الموز
وما كملتش بقى انا كنت جايبه ايه. انا جبت كاكا وجبت فراوله، وزي ما شفتوا الفراوله كانت ب20 جنيه والكاكا تقريبا ب20 برضو. الموز بقى اللي انت شفتوه معايا ده هو ده اللي اتبقى ازاي بقى. بصوا طول ما انا ماشيه، انا لما بكون مثلا بجيب بنوتي ولا حاجه، واحنا خارجين من السنتر، فبيبقى اصحابها بقى معاها وكده، فانا الحاجه بتبقى مثلا معايا في العربيه. فخدي مثلا يا سين من الناس، يا ملك مثلا، يا يا اسراء، يا ساره، يا ملك، يا فريده قصدي، هكذا يعني اسامي بقى ايه البنات اللي هم طبعا عارفيني، ما بديش حد ما اعرفوش ما يخافش مني. خدي، اجي قطع صباع موز، خدي يا سكرة كلي ده، انتي طالعه من الدرس يا حبيبه قلبي وانتي مروحه متاخر، العيال بيطلعوا متاخر. يعني انا بنتي بترجع المغرب، ودي حاجه عاملالي هس كده في دماغي. تعبانه قوي يا جماعه انا من الموضوع ده، لدرجه ان انا اول امبارح قلت لها الترم ده هيخلص ومفيش دروس، انا هقعد اذاكرلك، انا امك مدرسه اصلا. اه مدرسه متقاعده. متقاعدة بس طبعا بمزاج الحاج صاحب البيت احدهم بقى، زي ما انتوا عارفين. انتوا عارفين يا جماعة ان انا خريجة تربية، بس ما اشتغلتش. يعني خلصت الكلية واتجوزت وخلفت ومش عارف ايه، وجوزي كان رافض تماما تماما موضوع الشغل ده، وما زال لحد دلوقتي. يعني هو سامح لي باليوتيوب ده زي ما تقولوا ايه تأنيب ضمير مثلا، او حاجة زي كده، ان هو مثلا ما خلانيش اشتغل. كان رافض تماما يا جماعة، لدرجة ماما قبل ما تموت قالت له سيبها سيبها، طيب في مسابقات وفي. لا 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 لا، أنا مش بتاع الكلام ده يا عم، الله يصلح حالك. انا بقى كنت فين بقى في الوقت ده؟ ليه ما صممتش مثلا ان انا لا ده انا لازم اشتغل ولا لا، طوعته وقلت خلاص بلا شغل بلا وجع دماغ، خليني قاعدة في البيت، خليني نايمة، خليني اشوف ولادي وهكذا. وطبعا ايه السنين جرت وخلاص بقى يعني الحمد لله. فالمهم يعني، فانا بقول لبنتي اطلع بقى المدرسة اللي جوايا عليكي انتي واخواتك. بس طبعا انتوا عارفين ان الولاد لما مامتهم اللي بتذاكر لهم اساسي يعني، طبعا ما بيكونوش مستجيبين ليها خالص، لازم مدرس كده غريب يحمر لهم عينيه ويخافوا منه. كان عندي بواقي الكنافة دي كانت متفرفتة كده، فكنت شايلاها في العلبة، قطعت عليها فراولة وموز وعملت شوية جيلي وهصبهم عليها. بصراحة كانوا الكنافة دي بقالها النهاردة تقريبا تالت يوم. بس من باب حفظ النعم انا مش برمي اي حاجة سليمة عشان حرام. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث كده، بصراحة مش عارفة يعني هو صحيح ولا لا، هو عن عائشة ان النبي كان دخل عليها فلقى كسرة خبز مرمية على الارض، فاخدها مسحها وقال لها يا عائشة احسني جوار نعم الله عز وجل. يعني احنا نحافظ لو حتى على كسرة خبز بنحافظ عليها. وطبعا يعني النبي عليه الصلاة والسلام، قولوا عليه الصلاة والسلام، هو المثل الأعلى لينا. فأنا أخدت شوية الكنافة دول، عملت عليهم طبق كده جيلي، قصدي شوية جيلي كانوا متبقيين عندي، يعني كان كيس وكان شوية كمان، يعني كان كيس ونص تقريبا. وحطيتهم بقى كده وقلت خلاص احطهم في التلاجة، وقطعت عليهم موز، حاجة حلوة الولاد بالليل بقى في السهرة ولا حاجة يقوموا ياكلوها. واللهم صل على سيدنا محمد، نسيت اقول لكم البرتقان كان ب20 جنيه، الاتنين كيلو ب25، لا الكيلو ب20 جنيه. والقلقاس برضو نفس السعر. والفلفل اللي انا قلت لكم الفلفل ده كان صفقة وما قلتلكوش على سعره، كان الكيلو ب15 جنيه. فقلت حلو قوي ده، احيانا بيكون الكيلو فيه بيوصل ل40 و50 جنيه، فهو كده سعره كويس قوي. وايه كمان جبته يا بنات؟ فكروني نسيت. يعني شوية حاجات كده ايه اتسوقتهم كده ايه سريعا كده ايه، وانا بجيب البنت بس. والمهم بقى قلت اقطع القلقاس، بما اني بقى يعني هشيله في الفريزر، قصدي هشيله يعني هعمل كيس واشيل كيس، يعني هخزن منه شويه واعمل منه شويه، لان انا مستحيل اطبخ الكميه دي على بعضها كده، كتيره قوي. فانا هطبخ لهم كيس، لان احنا مدمنين قلقاس، بنحب القلقاس جدا. وهو اكله شتويه جميله كده، تحسوا ان هي بصوا بتدفي كده لايقه، هي يعني اكله الشتاء او الاكله المعتمده في الشتاء، حلوه قوي. هنا بقى قلت اوريكم، لو قلقاسه كبيره شويه ما تقطعيهاش وهي على بعضها، شققيها كده وقشريها، يعني قطعيها كده دواير كده وبعدين قشريها. والقلقاس يا جماعه انا طريقتي فيه هي نفس طريقه ماما الله يرحمها. ماما كانت بتعمل ايه؟ كنت اشوفها كانت تجيب السكينه ناشفه
وتجيب جنبها فوطة او قماشة يعني جنب منها نظيفة، وتجيب كل حاجة ناشفة، مفيش حاجة خالص فيها نقطة مية، والفوطة اللي جنبها دي او القماشة اللي جنبها علشان السكينة كل شوية تمسكها تمسحها كده. هتشوفوا حتى انا بعملها، انا بقلد ماما دلوقتي في كل حاجة، لدرجة ان انا ساعات يا بنات ابقى قاعدة كده اقول ايه ده، هو انا ماما؟ يعني ماما يعني ميتة وانا كبيرة متجوزة ومخلفة ابني الكبير وابني مروان الوسطاني كمان. فاخدت منها حاجات كتير بصراحة، واخدت من اختي حاجات كتير جدا، ربنا يا رب يخليها لي وما يحرمني منها ابدا. فاختي على فكرة الكبيرة، فهي في مقام بقى ماما، فاختي الكبيرة اكبر مني بشوية حلوين يعني. فبجد بتعلم منهم. فانا لما دلوقتي بقيت بتصرف كده وفي تصرفاتي مع ولادي، ابص لنفسي كده وبعدين اقول ايه ده، هو انا بعمل زي ماما؟ هو انا ازاي كده؟ فسبحان الله يعني. فالمهم يعني انا بعمل القلقاس زي ماما بالظبط، حتى في طبخ القلقاس بعمله زيها. بصوا خدتوا بالكم من كوبايه الشاي دي؟ مروان ابني الله يا رب يحميه كانت الغزاله رايقه وعمل لي كوبايه شاي معاه، فاخدتها بقى شربتها كده وانا بقطع القلقاس وعبيته معاكم في اكياس. بصوا القلقاس يفضل يعني ان هي تكون واحده كبيره على بعضها عشان ياخد التسويه كلها زي بعضها، لكن انا عارفه ان النوع ده كده شبه بعضه هياخد برضو نفس التسويه. لكن لو انت يعني مش حابه او قلقانه ان مثلا قلقاسه تكون بتستوي وقلقاسه لا، هاتي واحده كبيره على بعضها احسن وقطعيها. وزي ما قلت لك قطعيها كده وما تغسليهوش. القلقاس في ناس بتفضل تغسل فيه تغسل فيه تغسل فيه لغايه الماده اللزجه دي ما تبقى راحت منه خالص. واحنا زمان قوي كنا بنعمل كده، وحماتي كانت بتعمل كده، وما زالت بصراحه هي حماتي ما زالت بتغسله. لكن ماما واختي ومراتات اخواتي وكل قرايبي تقريبا ما بقوش بيغسلوا القلقاس خالص. يعني كل قرايبي اللي انا يعني المقربين مني قوي اعرف ان هما ما بيغسلوهوش. بننشف الحاجه كويس جدا جدا، لان لو جات عليه نقطتين ميه وانتي بتقشريه هتلاقي اللي هي الماده اللزجه دي او المزلقه اللي فيه دي هتلاقيها طلعت، لان هو فيه الماده دي. والمادة دي يا جماعة كلها معادن وكلها حديد ومفيدة جدا جدا. فاحنا بنفضل نغسله بمية سخنة ونعيد ونزيد، هو بيتغسل بتاع مرتين تلاتة لحد لما تلاقي المادة دي راحت منه. فانت كده عمالة تفقديه في الغذاء بتاعه والمعادن بتاعته والحديد وكل الفوائد بتاعته كلها بتنزليها في المية. فعلى ضمانتي اعملوه زي ما بقولكم، كل حاجة ناشفة وقطعي قطعي، والشوربة وهي بتغلي بتسقطيه على طول. طيب لو انتي مفرزاه يبقى انتي هتطلعيه من الفريزر وهو مجمد زي ما هو، ما تسيبيهوش يفك. الشوربة بتغلي بتاعتك تيجي على طول نازلة بالقلقاس فيها. وفي ناس بتعمله بصلصة، بس انا عمري في حياتي ما اكلت اللي بصلصة ده، بس ان شاء الله اجربه، لان اختي بتعمله بصلصة وبتقولي ان هو بيبقى حلو قوي. فلكن انا ما جربتوش، انا دايما بجرب القلقاس اللي هو بسلق بخضره الاخضر ده اللي انتوا عارفينه، ده احنا بنحبه بطريقه مش طبيعيه. ف ومن باب برضو يا جماعه برضو التوفير، او لو انت حابه ان انت تدبري وتوفري تكوني جايبه قلقاس. ممكن مثلا النهارده عامله فراخ وعامله شوربه وعامله صينيه بطاطس وهكذا، فاضل عندك شويه شوربه. احنا في الغالب احيانا بنقضي اليوم، صح ولا لا؟ فهتيجي مطلعه كيس قلقاس. لو انتي ولادك بقى بيحبوا رز وخضار جنب منه او طبخه جنب منه، هتيجي على الشوربه برضو اللي كانت عندك وتعملي عليها شويه قلقاس كده بشويه خضره، وهتبقى غدوه حلوه والله العظيم. مش لازم يعني اساسي ان انتي تطبخيه وجبه رئيسيه في اول يوم كده وتعملي عليه لحمه. طبعا كلنا الحمد لله بناكل ونشرب ومستورين جدا، بس انا بقولك لو انتي حابه تعملي يوم كده وتقضي يوم ممكن تعملي كده بشوية شوربة وشوية قلقاس من الفريزر وحلة رز صغيرة كده جنبك، هيبقى انت كده عملتي غدا وغدا مشبع كمان. بس اللهم صلي على النبي. هنا بقى عملت دخلت القلقاس بقى زي ما شفتوا كده، طلعت منه الهواء وربطت الكيس وقطعت الفلفل. قطعته بقى يا جماعة ايه، انا سبت شوية طبعا في التلاجة، قطعت منه شرايح كده زي مثلا لشاورما او كده، او تتحط مثلا على صينية بيتزا من فوق او على حسب بقى. وقطعت الباقي بصوا تقطيعة عادية كده اللي هي المكعبات دي، وهشيلهم بقى في اكياس زي ما انتم شايفين وادخلهم الفريزر. كمية حلوة جدا. وعلى فكرة فلفل الالوان
القيمة الغذائية بتاعته عالية جدا ومانع للأكسدة وفيه فوائد كتير جدا جدا جدا. وطبعا زي ما قلتلكوا هو كان سعره حلو قوي، فجبت شوية دول هيقعدوا عندي حبة حلوين. هنا كنت بقول لكم عملتوا الاكياس زي انا ما قلت لكم ولا لا، ولا سايبين الاكياس في الدرج منكوشه كده ومتبعتره. انا كنت عامله لكم الطريقه دي في الفيديو اللي قبل اللي فات، حلوه قوي، تحسي كده ان هي علبه مناديل مش اكياس كده مبهدله وماليه الدرج كده وتعرفيش تطلعي منها. تسحبي كده زي مناديل السحب بالظبط اللي هي العلب، تشدي كيس ورا كيس. وهنا بقى الفراولة، بصوا انتي عمرك ما تغلبي البياع، عمرك. فلقيت منها بصوا شوية، لو استنوا لبكرة يعني بتهيألي مش هيستنوا، طرية جامد قوي. فروحت منقية الجامدة واللي فيها حتة خضرة احطها في العلبة زي ما انتوا شايفين، والطرية دي بقى قلت هقطعها واحطها في كيس نبقى نعملها عصير. تمام، او تتساب في الفريزر بقى منين ما نحب نعمل شفشق عصير ولا حاجة هنعملها. برضو من ضمن الحاجات برضو جت على بالي دلوقتي وانا بمنتج معاكم، بصوا انا وانا بمنتج الفيديو او انا بتكلم معاكم بفتكر حاجات كتير قوي وساعات بخرج عن النص، بس من باب برضو التوفير ان انتي مثلا عايزة تدبري شوية حاجات لرمضان. شوية فراولة، الفراولة ب20 جنيه فسعرها حلو دلوقتي. تقدري برضو لو انتي مثلا جايبة 2 كيلو لبيتك، خدي كل مرة مثلا كيس، قطعيه وشيليه في الفريزر، ارميه في الفريزر. احنا لسه في فاضل على رمضان ان شاء الله، ربنا يا رب يدينا ويديكوا طول العمر، احنا في جماد تاني، يبقى فاضل رجب وشعبان ان شاء الله. وبفكركم بقى يوم الخميس بالصيام، خميس وجمعة وسبت ان شاء الله، ال3 ايام القمرية او الايام البيض. من باب واذكر كده قلت افكركم ان شاء الله ربنا يا رب يديني كده يعني الصحة وطول العمر لغايتهم ان شاء الله هصومهم باذن الله. اللهم صل على سيدنا محمد. فهنا كده رحت جايبه برضو صباع موز وحطيته معاها، قلت اصلا هي انا عارفه انها مش هتستنى يعني، لان ولادي بيحبوا عصير الفراوله قوي، فراوله بلبن فراوله بموز دايسين فيها. فقلت خلاص علشان دي بقى ايه تبقى لو ما عنديش موز ولا حاجه يبقى هي جواها الموزه بتاعتها اللي هتتضرب معاها. وبس كده شلت بقى الخضار بتاعي. وعلى فكرة اي مواعين كنت بخلصها كنت بغسلها جنب مني عشان برضو ما اعملش ايه دربكة وكركبة ورايا يعني وانا ايه شغالة. قلت خلاص طبعا انا عملت لهم الجيلي ودخلته بقى التلاجة، والخضار دخل كله بقى في الفريزر واللي دخل التلاجة وهكذا. قلت اعمل شوية قولوا معايا فشار واعمله في الميكرويف. بصوا هو في الميكروويف حلو جدا جدا، بس على البوتاجاز اسرع. يعني هقول لكم، هو مثلا هنا قعد معايا في الميكروويف حوالي 4 دقايق، 4 دقايق تمام شوية دول. لو على البوتاجاز هياخدوا معايا مثلا دقيقة. ده بقى ممكن لو مثلا الأنبوبة خلصانة، إيه مثلا مش يعني أي حاجة، مش عايزة تولعي البوتاجاز يعني، قلت أجرب كده معاكم. وحبيت ان انا اسيب المقطع ده كده وهو بيتنط. طبعا انا مسرعاه لان انتوا عارفين هو الطبق بيلف بالراحة، لكن انا مسرعة المقطع ده علشان اوريكم الفشار وهو ايه بيتفشر كده يعني بيتعمل. بس في الوقت ده بقى كنت كنست المطبخ وفرشت السجادة بتاعته، وزي ما قلتلكوا اي مواعين غسلتها. هوريكم برضو ايه اللقطة الاخيرة كده ان شاء الله. بس كده الفشار اتعمل. بصوا بقى يا جماعة، طبعا هو بيبقى سخن قوي، فهطلعه بقى. الميكرويف بتاعي نوعه فريش ماشي، عشان كان حد بيقول لي على الانواع وكده، هو نوعه فريش وحلو، ايه حلو جدا 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 ما شاء الله، جميل جدا يا جماعة. وبتاعي كام لتر الميكرويف؟ 42، 42 لتر اللي هو المقاس الكبير خالص. في بيبدأ من حاجة و20 تقريبا، في تقريبا 20 لتر ولا مفيش، او 25. بصراحة مش عارفة، انا مبفهمش فيهم قوي يعني في الماركات بتاعتهم. بس ده نوعه فريش 45 لتر، قصدي 42 لتر. هو 42 ولا 45 مش عارفة، هو حاجة و40 يا جماعة والله ما فاكرة. وتاتش بس جميل ما شاء الله عليه يعني. وكده خلاص. بصوا كنت بوريكم الفشار بقى، بصوا بيبقى مقرمش بطريقة رهيبة، بتاع الميكروويف بيبقى مقرمش اكتر من اللي على البوتاجاز. هفضيه بقى كده.
مين عندها الطقم العسلي اللي هو البايركس ده؟ بما اننا بقى كده يعني قريبين قوي من بعض في السن، فمين بقى متجوزة وكان عندها الطقم ده؟ انا الطقم ده يا جماعة بحبه بطريقة لا تتخيلوها. انا عندي منه العسلي ده وعندي منه الازرق الفاتح. كان في منه الازرق الفاتح لو تفتكروا، وكان في منه الازرق الغامق. انا بقى كانت ماما جايبالي الازرق الفاتح، انا كنت حابه، ما كنتش حابه الغامق ده، فكنت جايبه الازرق الفاتح والعسلي ده. بصراحه بحب العسلي ده بطريقه جامده جدا. بصوا هنا الجيلي كان مسك بقى مع مع الكنافه، وبقى طعمه حلو قوي. طبعا ده بقى ايه، هيدخل كده على اوضه الولاد. وكان حد منكم قال لي اعملي جوله في اوضه ولادك الصبيان، عيوني الاتنين. هعمل لكم ان شاء الله روتين وننظمها كده ونرتبها مع بعض. انا دايما ما بكونش بعمل فيها روتين لسبب، انا بيبقى ابني راجع من الكلية بيجي يدخل، بصوا يا جماعة بيبقى مفرهد جدا، فمعظم الايام اللي بكون بصور فيها بيكون في حد نايم، يا محمد يا مروان، فهتلاقوني كده دايما التصوير فيها بيبقى خفيف شوية. بس من عناية الاتنين اعمل لك فيها، انا كنت مصورة معاكم فيها قبل كده في القناة التانية كتير قوي. عشان حد سألني ما شفتش أوضة ولادك، ان شاء الله هعمل لك يا حبيبتي فيها جولة او روتين يعني، ننضفها مع بعض ونكسب في ولادي ثواب. خلاص كده قلت بقى انا اكافئ نفسي بايه بقى، انا بقى لا ليا بقى في الجيلي ولا يعني بصوا الجو ده مش بتاعي قوي. انا اديني فنجان قهوة، اديني كوباية سحلب، اديني بقى زي دلوقتي كده، طبعا احنا بالليل. وانا قلت طب ده انا هسهر لو شربت النسكافيه، بس رجعت قلت لا، ما انا عندي شغل عايز يخلص وعايزه يعني ايه انهيه وكده. فالمهم بقى ايه، رحت عامله لنفسي بقى كده شويه النسكافيه، وبرده في الطقم العسلي اللي انا لسه بحكي لكم عليه، كنت حابه قوي ان انا اشرب فيه النهارده. وبس. وكده تقريبا خلاص الفيديو بيفنش معايا وبيخلص. مش عارفه النهارده استفدتوا ولا لا بصراحه، بس انا حبيت ان انا يعني اقضي معاكم كده روتين مسائي، اوريكم مثلا ممكن اليوم معايا بيبقى بيختم ازاي. مش كلنا اليوم معانا بيختم بعد ما بنخلص كده بنروح ننام بقى ولا بنقعد طول اليوم، لا، بيبقى فيه شغل بالليل برضو، بيبقى فيه حاجات بتخلصيها. فده يومي يعتبر، او معظم ايامي كده. بعد الغدا بدخل كده اشيك على المطبخ لو في حاجة عايزة تتعمل، واوقات ما بعملش حاجة خالص. هنا غسلت المواعين، الحوض فاضي، اللهم صل على سيدنا محمد، البوتاجاز اتمسح، كان عليه حاجات بسيطة كده، السجادة نظيفة، كل حاجة نظيفة. اروح بقى اشرب بقى النسكافيه بتاعي ده واخلص شغلي، واقدر اقول لكم دلوقتي مع السلامة. ربنا يخليكم ليا، باي باي.